صباح الفل، احلى ناس في الكون. ادوني كوبايه القهوه اروح بيها محطه الاتوبيس. خلصنا الدوله رقم 12 مسدونيا، طالعين على صوفيا بلغاريا. كل الناس بتشكر فيها، كل الناس اللي قابلتها امبارح يقول لك صوفيا دي جامده جدا. فهنروح نستكشف المدينه. خليكم معانا الفوتوش حالا فيديو. تدعمونا كالعاده بلايك واشتراك في القناه، ورحله البريه بتاعت اوروبا البلاي ليست تخشوا تتفرجوا عليها كلها، تعجبكم جدا جدا جدا. يلا خليكم معانا، نهاركم جميل. جبنا لنا السندوتش ده حاطط فلافل جواها الفراخ والاكل حلال. يعني تخيل انت بتحوش قدام المترو لقوا مدينه كامله تحت الارض. في كل حته الجرافيتي عندهم عالمي بصراحه. في رحلتنا في أوروبا هنقطع 3050 كيلو متر بري بالأتوبيس، وهنعدي على أكتر من 12 دولة من نص أوروبا لحد اسطنبول في تركيا. الرحلة كلها مغامرات وأحداث وأكشن، اوعوا تفوتوها. والنهاردة هنتحرك من مقدونيا لصوفيا عاصمة بلغاريا، وبعديها بيومين هنتحرك لاسطنبول، وبكده نبقى قطعنا 850 كيلو متر في الرحلة دي، ودي أطول مسافة، ونوصل اسطنبول ونبقى حققنا 3050 كيلو متر. التذكرة دي جبناها امبارح وتقريبا سعرها كان 25 دولار من هنا لصوفيا. كنا شنطنا وهنتحرك على طول. هنقطع النهارده ان شاء الله 200 كيلو على الطريق، ودي الدولة رقم 12 في الرحلة البرية اللي داخلنا النهارده ان شاء الله بلغاريا، ومنها ان شاء الله برضو هنتحرك على اسطنبول، وتبقى اخر دولة بنرجع تاني لاسطنبول. ناس كتير بتسأل ليه السفر البري وليه الشقة وليه التعب. بجد بصوا المنظر، انت قاعد كده ساعات طويلة بتتفرج على الجمال والطبيعة. الطبيعة حواليك كلها جميلة. مش بس كده، خبرة الطريق بتخش مدن. يعني احنا دلوقتي ماشيين بالاتوبيس هنقف في 5 مدن، كل مدينة ليها ناسها وليها شكلها وليها طبيعة. اللغة اللي مكتوب بيها الكلام على السوبر ماركت، اللي مكتوب بيها الكلام على محطات البنزين. بتشوف حاجات عمرك ما هتشوفها من الطيارة. مش بس كده، كمان يمكن احنا في بلاد ما فيهاش زحمة قوي، ما فيهاش ناس قوي، لكن تعال نسافر افريقيا، تعال نسافر اسيا بالطرق البريه. شوف كميه التفاعل مع السكان المحليين والناس صحاب البلد، وبياكلوا ازاي وبيشربوا ازاي، والاتوبيسات شكلها عامل ازاي، والناس فوق بعض ومعجنه حرفيا. ده كله بيديك خبره مش هتشوفها في اي حته في العالم، مش هتحس بيها غير لو اتخدت نفس الطرق اللي بيمشوها. متعة غير المتعة، متعبة طبعا متعبة. السفر كله متعب. انت لو مسافر حتى في افخم الفنادق، السفر متعب. انت تجهز شنطتك وتاخدها وتمشي تروح مطار وتستنى بالساعات عشان تطلع قبل الطيارة 3 ساعات، وتستنى وصبر، والطيارة نفسها والضغط اللي بتبقى عليه فوق وتنزل، قصة كبيرة مش بالساهل. فما بالك لو بتسافر بري مسافات طويلة. احنا دلوقتي قطعنا 2200 اوريدي، والنهارده عندنا 300، هنبقى 2500 كيلو متر، ودي بتتساوي تقريبا مع اطول رحله بريه عملتها، وكانت في افريقيا وقطعت فيها 2500 2600. تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات بتاعت افريقيا على القناه عندي. بس ده حبيت اقوله، حبيت اوضح ليه السفر البري مختلف عن اي سفر تاني. يلا ختمنا خروج، والحدود التانية على طول بعديها مفيش 20 متر. ختمنا دخول بلغاريا، داخلين على صوفيا. قدامنا مثلا 2.5 ساعات كده ان شاء الله نوصل صوفيا. وصلنا خلاص صوفيا يا جماعه. قطعنا تقريبا 5 ساعات في الطريق، كده قطعنا 2400 كيلو على الطريق.
هنروح نودي شنطنا بسرعه ننزلها ونتحرك نتفرج على المدينه. تعالوا بقى ايه بالمره نشتري تذكره اسطنبول بتاعت الاتوبيس. فاحلى حاجه هنا في الجزء ده في اوروبا ان انت تنزل محطه الاتوبيس تشتري التذكره بتاعتك على طول، بتبقى اوفر كمان حتى من الابلكيشنز، وتلاقي مواعيد وتواريخ مش موجوده على بعض الابلكيشن. مترو دي معروف جدا الاتوبيس ده، ومنتشر في تركيا كلها. تعالوا نخش ونسال ونشوف الاسعار عامله ازاي. حجزت التذكره بتاعت الاتوبيس بكره بالليل ان شاء الله بتاعت اسطنبول. التذكره تقريبا ب 25 دولار من هنا لحد اسطنبول. انطباع مبدئي، تحس ان البلد واقفه زمان، هي رايقه وكل حاجه والشوارع واسعه، تحس ان انت ايه يعني حتى مش في التسعينات، هي واقفه بعد الحرب العالميه الثانيه بشويه، مع تطور مع الوان بقى، يعني انت شايف الوان وعربيات جديده وبتاع، لكن الشوارع كل حاجه رايقه وفي مكانها، بس بانيينها بستايل زمان، مش غريبه بصراحه. طيب نزلنا حاجتنا في السريع، ننزل ناخد جوله في المدينه. هي غريبه شويه المدينه دي بصراحه، تمام، تتميز بكذا حاجه هنتكلم عنهم واحنا ماشيين. اول حاجه دلوقتي ايه نقدر حاجه ناكلها عشان انا كده شحال من الصبح. يلا بينا. طيب اسهل حل للاكل الحلال في البلاد اللي احنا فيها دي ان انت تسال على اكل تركي. فلقينا المكان القريب ده بيعمل دونر، جبنا لنا السندوتش ده، حاطط فلافل على السندوتش من فوق وجواها الفراخ والاكل حلال. ده انسب حل بصراحه، والسندوتش تقريبا ب 3 يورو حاجه كده. نخلص من الناس بتاعت مسدونيا ومقدونيا بالتماثيل بتاعتهم، نيجي نلاقي ده هنا في يا عم. بصوا وشه يا جماعه عامل ازاي، وده يا عيني حاطط ايده على دماغه والتاني لا الوضع صعب. المهم احنا فين بقى؟ احنا دلوقتي عند اكبر تشيرش عندهم، الكسندر نيفسكي كاثيدرال، اكبر كاثيدرال عندهم هنا في المدينه، وكل الناس بتيجي تزورها، فلازم نيجي نزورها نبص عليها بسرعه. طبعا بقى ايه التاثر رهيب هنا بكل حاجه، يعني المباني والمعمار والناس وكل حاجه متاثره بقى بحقب كتير. بصوا كل الناس صحيت الصبح دست عليهم ومشيت، يعني هتلاقوا الدوله العثمانيه عدت عليهم، هتلاقوا السوفيت عدوا عليهم، هتلاقوا الرومان عدوا عليهم، مفيش حد ما عداش عليهم. فهتلاقوا بقى كل حاجه متاثره بالكلام ده. هناخد جوله نشوف الدنيا عامله ازاي. المهم الكاتدرال اتبنت بعد لما الدوله العثمانيه خرجت من هنا وخلصت الفتح بتاعها او الاحتلال بتاعها زي ما بيسموه بقى، مش قصتنا، مش تاريخ مش بتاعنا، فاحنا مالناش دعوه بيه. المهم خلصوا هنا وبنوا الكاتدرال دي. عايز بقى اكلمكم على التفاصيل غايه في الجمال والراحه في المبنى من بره، العمدان، القبب، النقوش نفسها اللي على الاحجار بتاعتها، تفاصيل فيها دقيقه جدا وجامده جدا. ماشي يا جماعه، احنا قابلنا هشام عايش هنا، ورايحين دلوقتي بحيره اسمها بنشريفو، تمام؟ يلا بينا. وصلنا البحيره بقى، اللي عايز يعمل كاياك يعمل، اللي عايز يقعد. السانسيت هنا جامد قوي 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 بصراحه، اجواء عالميه 100%. بص المنظر عامل ازاي، 10 دقايق بالظبط من المكان اللي كنا قاعدين فيه من وسط البلد. كاياك هنا اهو، مراكب تنزل جامده قوي والله العظيم. مشهورين قوي طبعا بالجرافيتي في كل المدينه زي ما انتم شايفين، في كل حته الجرافيتي عندهم عالمي بصراحه. صباح الفل احلى ناس في الكون. بصراحه امبارح انا ما نمتش بدري، بس خرجت لفيت شويه، قابلت واحد بالصدفه عسل اسمه هشام، وخدنا جوله كده ورحنا بحيره، ورحنا لعبنا شويه بينج بونج بالليل، واتفرجنا شويه على الماتش بتاع صلاح، والدنيا كانت رايقه جدا 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 زي العسل. والنهارده بقى صحيت بدري وهناخد جوله في المدينه، ونتفرج على صوفيا عامله ازاي والمدينه كلها عامله ازاي. اول حاجه نبدا
افطار سريع من عند محل الفلافل اللي ورايا ده، وبعد كده ان شاء الله هنكمل يومنا زي ما قلت لكم هنا، وبعد كده ان شاء الله بالليل عندنا اتوبيس هيروح اسطنبول. احلى شباب رايحين اوكرانيا، منورين صوفيا. انتوا قاعدين هنا بتعملوا ايه بقى؟ سياحة اه لحد ما يجيلنا فيزا. داخلين اوكرانيا داخلين تدرسوا هناك؟ ها هناكل اكله سريعه وبعد كده ناخد جولتنا في المدينه. انا بصراحه مستحرم ادفع 3 4 يورو في سندوتش فلافل، ندفعهم في فراخ ندوق ونجرب. بسم الله. لا جامد قوي والله العظيم، جامد قوي 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 قوي. الصوص، الفراخ اللي جوه، كل حاجه حلوه، كل حاجه حلوه. وصلنا الشارع ده، هو شارع يعتبر وسط البلد عندهم، شارع رايق ما فيهوش عربيات، الناس بس ماشيه على رجليها، كله كافيهات زي ما انتم شايفين، والاجواء عالميه. الفيو بقى حكايه، يعني اخر الشارع بالظبط جبل زي ما انتم شايفين، ورايق قوي بصراحه، رايق قوي. هناخد جوله كده في الشارع ده الاول، وبعد كده هنروح لسوق بقى ايه من الاسواق الجميله الرايقه بتاعه السكان المحليين. لازم تشوف الناس هنا بتعيش ازاي، اهم حاجه السوق. تروح السوق بتفهم كتير عن طبيعه الناس. تمام، يلا بينا. لسه مكملين جولتنا في صوفيا، وزي ما قلت لكم متأثرة تأثير كبير جدا بكل الامبراطوريات اللي عدت عليها. المكان اللي ورايا ده يا جماعة من الامبراطورية الرومانية، لك ان تتخيل. وبيقولوا ان المكان دون بقاله يمكن 2000 سنة، واكتشفوه على مراحل بداية من 2004 لغاية 2010، يعني لسه قريب. كانوا بيحفروا عشان يعملوا المترو ولقوا المكان ده. يعني تخيل انت بتحفر عشان تعمل مترو، لقوا مدينة كاملة تحت الأرض في صوفيا عاصمه بلغاريا. تعالوا ناخد جوله سريعه وننزل نتمشى جوه في المكان الرايق قوي دون. وكمان ايه اخره مسجد عثماني من المساجد الكبيره جدا والجميله جدا في صوفيا عاصمه بلغاريا. وكمان الناحيه الثانيه الكنيسه الشهيره بتاعتهم، واللي اتبنت كمان بعد ما الدوله العثمانيه مشيت منها. المدينه كبيره جدا، ده كان مستوى الارض في المدينه، ولما حصل وبداوا يحفروا لقوا المكان دون في اماكن مقفول عليها بالازاز عشان يحافظوا عليها، في الاماكن لسه مفتوحه لغايه دلوقتي، ولقوا اواني ولقوا حاجات كتير جدا. بس الحيطان اللي محفوره دي او اللي مبنيه دي كلها اثريه، وده اللي بقى منها، يعني ده اللي بقى منها. وزي ما انتم شايفين جوه الازاز محتفظين بحاجات جوه الازاز، تعالوا نتفرج عليها. كل الحيطان دي اثريه زي ما اتبنت، بصوا كل ده حاجات كتير بقى حاطين عليها ازاز زي كده عشان يحموها. زي ما انتم شايفين دي الارض الاصليه بتاعتها، دي قطعه تاني اثريه اهي تحت، حافظينها برضو تحت الازاز زي ما انتم شايفين. وعايز اقول لكم كمان لقوا بقى ايه اواني فخاريه كتير جدا. كل القطع دي اثريه من مئات يمكن السنين. اللي لفت نظري كمان يا جماعه المكان اللي احنا فيه ده بالظبط هو عاملين زي مثلث. يعني ايه؟ دي الكنيسه، الناحيه التانيه على طول ده المسجد، والناحيه دي كده في المنطقه دي في المعبد اليهودي. تداخل ثقافات وديانات وكل حاجه ميكس غريب جدا جدا في صوفيا هنا في بلغاريا. منطقه في نص اوروبا، فيها حاجات كتير رابطه بقى الغرب اوروبا بشرق اوروبا، قصه كده جميله بصراحه. وطول ما انت ماشي بتشوف حاجات غريبه. في مكان جنب المسجد كمان في ميه معدنيه خارجه من تحت الارض سخنه، الناس بتيجي تملى ازايز وتمشي. يلا داخلين نجرب الميه، ندوق ونجرب. بسم الله. يلا يا معلم دوق انت الاول. قول لي عامله ايه؟ سخنه مبدئيا؟ طعمها حلو. طعمها حلو. اوكي خش يا زيزو. سخنه؟ طعمها ايه؟ طعمها تمام جميل. سخنه جدا. ايه ده، هي ليه مزيته كده؟ حسيت الحوار ده؟ ايوه بتصفر والله، مزيته. تعقيم طعمها غريب شويه بس عادي. بس طعمها غريب شويه. طيب احنا رايحين دلوقتي سوق، هو اسمه سوق الستات، حاجه كده زنقه الستات، بس هو شغال كل يوم. طبعا هنا الناس شكلها غريب شويه، عموما عندهم نسبه غجر كبيره في البلد عن اي بلد تانية في اوروبا. دخلنا السوق معظمه خضار وفاكهه زي ما انتم شايفين. الستات كلها نازله تشتري سوشك تقريبا كده، عشان كده مسمينه سوق الستات.
ضخم جدا. السوق لسه جوه هنا. تعال نشرب ميه عشان الواحد عطشان. بص ميه في الشارع في كل مكان. دوق ونجرب. جميله ساقعه. وعاملين كمان ميه مخلل هنا. بصوا مخللين هنا حاجات غريبه شويه. مخللين الكرنب وميه المخلل عاملينها ازايز، وكمان التوم. مخلل هنا غريب جدا. يا ترى ايه اغرب مخلل شفتوه في حياتكم؟ طبعا دي لحمه بقى، لحمه خنزير كلها زي ما انتم شايفين، ملناش دعوه بيها. وعندهم برضو هنا ايه بقى كل انواع المكسرات. اسعارها انا شايفها معقوله جدا بصراحه. اسعارها حلوه جدا هنا. بس يا جماعه ده عين جمل وابو فرو ده ب 2 يورو. لسه ماشيين ومكملين في السوق. شبه سوق امبابه؟ لا يا عم ما تحورش. لا بس ده فاضي يا عم. انت سوق امبابه تعرف تمشي فيه؟ لا مستحيل. وكله حياه. بص الدنيا هنا هاديه ازاي. احنا تقريبا خلصنا السوق. السوق هادي ورايق وكل حاجه فيه ملونه. الفاكهه ملونه. وايه الجمال ده. يلا هنكمل لسه يومنا في صوفيا، المدينه الجميله اللي احنا حبيناها من كل قلبنا. طبعا بص بيضحك. ما حبيتهاش؟ تعالى. قول انطباعك بحقيقه عن المدينه. عجبتك ولا لا؟ والله عجبتني اول يومين. اول يومين بس صح؟ كفايه عليها يومين. كفايه مش اكتر من كده. أكتر خالص. انت بالك قد ايه؟ انا بقالي نص شهر هنا 15 يوم. بقاله اسبوعين يا عيني. انا يومين الحمد لله. تعاشر على كده. يعني حلوه قوي يومين بصراحه للمدينه. تيجي تتمشى فيها تتفرج عليها. مش متطوره احسن حاجه. لكن انا شايفها يعني ميكس كده كالتشر داخل في بعض. انت ما تفهموش حتى الناس شكلها غريب. كلها داخله في بعض صح؟ والله انت يعني ما تفهمش ده اوروبي ولا جاي من الصين ولا كلهم مهجنين شكلهم غريب جدا. المهم يلا نكمل يومنا النهارده في صوفيا. عايز اقول لكم من اشهر الحاجات في المدينه هنا هي الجرافيتي والرسومات على الحيطان. وصلنا بقى لاشهر واجمل جرافيتي عاملينه هنا. تمام. تنين وحد بيقتله او بيهاجمه وواجه صعوبه ان هو يخلص عليه. المهم تعالوا افرجكم عليه. وده اشهر حاجه هنا في الجرافيتي اللي موجود في المدينه كلها. وصلنا زي ما قلت لكم. وده سانت جورج واللي رسمه فنان اعتقد انجليزي اللي عمل المكان ده. اسمه بوزوكو. وبيقضي على الشيطان او التنين. لكن الناس هنا ما عجبهاش قوي الجرافيتي ده لسبب انه مبينه عجوز وظهره منحني شويه. سان جورج واجه صعوبه ان هو يقتل التنين او التنين او رمز للشيطان، يعني اللي هو الحاجه الشريره هو بيخلص عليه. طبعا ده يدل ان البلد فقيره شويه، لان انتشار الجرافيتي في البلاد بيدل على ان البلد بتبقى فقيره شويه. وبقى ناس كتير بقى في الشارع بتبدا تمارس الموهبه دي، سواء بقى بيعملوا رسومات معترضه على الحكومه، معترضه على الحاله الاجتماعيه، على الاقتصاد وخلافه. عايز اقول لكم بقى هنا مثلا المحل ده هو استخدم الجرافيتي عشان يعمل ديكوريشن تمشي مع المكان نفسه. فعمله بصراحه بطريقه جميله ولطيفه لان المدينه كلها مشهوره بيه. فزي ما انتم شايفين غايه في الجمال والروعه. فمن اهم الجولات في المدينه هنا يا جماعه ان تعملوا الجوله بتاعه الجرافيتي، تلفوا في الشوارع اللي فيها جرافيتي. انزلوا اسالوا فين الجرافيتي، الناس هتقول لكم مكانه فين. هم شارعين 3 كده عامله زي مربع فيهم اكتر الاماكن فيها جرافيتي زي ما انتم شايفين في كل مكان. وغايه في الجمال والروعه. طبعا كل حاجه بترمز لحاجه معينه. طيب هنروح نقابل صديقنا هشام ونطلع فيو بوينت في المدينه غايه في الجمال والروعه. لازم نشوفها قبل ما الشمس تروح، بس المشكله ان الدنيا زحمه شويه. ان شاء الله نلحق قبل ما الشمس تروح ونبص على المدينه من فوق. فيو بيقولوا جامد قوي قوي. يلا بينا. يلا بينا. هنا على الفيو بوينت اجواء عالميه 100%. مفيش كلام بعد الكلام. فالمهم طلعنا جبل فيتوشا يا جماعه. الفيو والمكان من فوق الوهم، فوق حكايه حرفيا. انا بردان بس مش قادر اتكلم.
بس المنظر عامل ازاي؟ جبال وجبل تاني وجبل تالت، جبال كتير جدا، والمدينه نفسها كلها باينه من هنا، لكن للاسف الدنيا بس ضلمه شويه وكمان بعيده، فمفيش اي كاميرا هتجيب الفيو قوي، يعني مش هتبقى واضحه قوي. نازلين يا باشا كلنا ايدينا في ايد بعض. عارفين سحلة دي طلعتها ما تهزرش. طبعا الشباب حبت تعمل شويه مغامرات، قال لك يلا ادينا شويه اكشن، ونازلين فين؟ في المجهول. متاكدين يا جماعه من اللي بتعملوه ده؟ حبيبي يا حبيبي في الليل البوس ونجوم الليل البوس. المهم يا جماعه رحت جبت الشنط بتاعتي، والشباب العسل ما رضيوش يسيبوني، عمر وزيزو تسلموا والله العظيم، وصلوني محطه الاتوبيس ودعوني عشان نطلع اسطنبول. متحمس جدا يا جماعه ان احنا نرجع اسطنبول بعد الرحله الطويله دي، ونبقى قطعنا 3000 كيلو. اخر اتوبيس، مش مصدق وربنا، اخر اتوبيس. نحط الشنط بتاعتنا ونركب على طول، يلا بينا. طبعا احنا طالعين مع الشركه دي اللي هي مترو، وبيدوك قهوه لو انت عايز شاي، جامدين قوي بصراحه. وصلنا حدود 5 ساعات نص الطريق. خططنا خروج تمام، وهنختم ان شاء الله دخول تركيا. خططنا دخول الحمد لله على الحدود البريه بتاعت تركيا. وخلي بالكم المعلومه دي اول مره اعرفها، وهي لو معاك تاشيره الكترونيه اللي هي بتطلعها لو معاك شنجن او امريكا ما تنفعش على الحدود البريه، مطارات بس، لازم يكون معاك اقامه او تاشيره على الباسبور. النقطه دي مهمه جدا، خلوا بالكم منها لو داخلين تركيا بري. اخيرا وصلت اسطنبول بعد تقريبا 2.5 أسبوع على الطريق. منين؟ من وسط اوروبا لحد اسطنبول. قطعنا خلالها 3050 كيلو متر على الارض، واطول رحله بريه اعملها في حياتي بعد رحله افريقيا اللي كانت 2600 كيلو. النهارده قطعنا 13 دوله ورجعنا لاسطنبول. انا عايز اقول لكم ميكس مشاعر رهيب داخل في بعض، كل المشاعر داخله في بعض، فرحان وتعبان ومجهد ومبسوط، وكل حاجه وكل الذكريات بقى عماله تلف وتدور. اخيرا وصلنا اسطنبول، وادي صاحب التحدي وقال لي لو راجل تعالى استجيت لك اسطنبول ولا لا يا صاحبي؟ انت اللي سخنت. ما بنهزرش، اعمل لك ايه؟ ما بنهزرش. قطعنا 3000 كيلو على الطريق يا جماعه، وصلنا الحمد لله اسطنبول بالسلامه. نعم جاي زاحف على بطنه بس تمام عملها. يلا شكرا ليكم وشكرا على دعمكم الفتره اللي فاتت، وخليكم معانا. يلا يا باشا. كوبيتو، جبل طلعنا جبل فيتوشا. ايوه حلوه كده.